السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل معاكم كيكة البلاك فروست بطريقة يعني سهلة وبسيطة، واي حد يعني ايه ممكن يعملها لانها التزيين بتاعها بيبقى سهل خالص. هندخل بقى على الطريقة على طول عشان ما نطولش عليكم الفيديو. دي بقى كل المكونات معايا انا. ده البياض البيض وده الصفار، فصلهم انا عن بعض. دول 8 بيضات، ومعايا كوباية سكر، ومعايا ربع كوباية زيت، ودي كوباية ونص دقيق على كاكاو، يعني كوباية وربع دقيق وربع كوباية كاكاو، ومعايا طبعا فانيليا وباكو باودر. اول حاجة هنعملها البياض، هنعصر بس عليه عصرة ليمون كده، وبعد كده بقى ايه هنضربه كده بالمضرب. هنضربه الاول كده شوية صغيرين على سرعة هادية، وبعد كده بقى هنعلي السرعة. هنضيف عليه ايه السكر نص كوباية، هنضيفها ايه على 3 مرات، والنص التاني هنضيفه على الصفار زي ما انتوا شايفين بالظبط كده في الفيديو. دي تاني مرة ايه حطيت السكر. هنا بقى بدأت اسرع السرعة بتاعة المضرب. كده بقى حطيت نص كوباية السكر كلها. هنضرب بقى فيه لحد ما يبقى ايه هشش خالص معانا ويعمل فوم كده زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. يعني هنقلب كمان الطبق مش هيتقلب. هنركنه بقى على جنب ونعمل الايه الصفار. حطيت بقى نص كوباية السكر والربع كوباية الزيت او 3 معالق كبار زيت. هنحط برضو الفانيليا والدقيق. حط عليك ايه معلقة كبيرة بيكنج باودر، او اللي هو الباكو اللي هو بتاع البيكنج باودر ده. هنبدأ بقى لما نضرب شوية كده في الصفار، هنبدأ بقى نضيف الدقيق بتاعنا كده بالمعلقة شوية بشوية. وعشان بقى يبقى سهل معانا هنضيف معاه معلقة كده من الايه من البياض اللي احنا ضربناه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى خلصت كل كمية الدقيق، وبقى الخليط بقى جاهز. هنضيفه بقى على الايه على خليط البياض. هنقلب بس تقليبه كده بالاسباتيولا عشان لو في دقيق ولا حاجة تحت، وبعدين نضيفه بقى على البياض. هنقلب بقى بالراحة خالص كده من فوق لتحت ومن تحت كده لفوق، عشان يعني ما نطلعش الهوا. يعني انا مسرعة الفيديو بس انا ايه كنت بعمل بالراحة خالص. بقى الخليط بتاعنا كده جاهز. هنجيب بقى الصينية، انا بحب اخبزهم يعني في الصينية اللي هي بتاعة البيتزا ديت. فرشة فيها كده ورقة زبدة، ودهنها بالفرشة كده ايه زيت خفيف. مبتاخدش بقى 10 دقايق في الفرن. انا هعملها على 3 طبقات، فهعملهم بقى على 3 مرات. ممكن اللي عنده صينية مقاس نفس المقاس يحط بقى ال3 ويدخلهم الفرن الايه البوتاجاز مرة واحدة. بس انا اصلا يعني بعملهم بقى في فرن الكهرباء، فعشان كده بحط واحدة بواحدة. هنا بقى ما شاء الله بعد ما طلعت من الفرن، هنا بقى حطيت اللي هي التانية كمان دي بعد ما طلعت. دي بقى ايه اخر واحدة معايا. هنا بقى ما شاء الله ال3 طبقات اهم بعد ما استووا. هنسيبها بقى تبرد شوية وبعد كده بقى نزينها معاكم. ما شاء الله كانت هشة خالص وما خدتش اي وقت في الفرن. جبت بقى البورد اللي انا هنزين عليه. نحط بس حتة كريمة تحت كده عشان نثبت عليها القطعة بتاعة الكيك. ونحشيها بقى بالكريمة اللي انا ضربها ايه. ده كريم شانتيه خام زي ما انا بعمل معاكم يعني على طول، ومية ساقعة خالص متلجة، وكاكاو.
وطبعا ايه لو هو مش محلى يبقى نحطه بقى سكر. اللي حابب يضرب بلبن يضرب عادي اللي يريحكم، بس هي بالميه برضو بيبقى طعمها حلو يعني. وده كان صوص فراولة كده، حبيت يعني احط فيها في النص، كان بصراحة مديها طعم جميل خالص. دي بقى تاني طبقة. نفس يعني اللي عملناه في الطبقة الأولى هنعمله برضو هنا. هنفرد برضو الكريمة كويس كده. وبعد كده برضو هنحط الصوص بتاع الفراولة. نحط بقى آخر طبقة. أنا بخلي اللي هو الحتة اللي بتبقى تحت دي بخليها فوق عشان تبقى متسوية، تبقى الكيكة من فوق كده ايه مستوية. نسويها بقى كده ونجلسها من كويس بقى من بره كده ومن فوق. هي كده كده بقى هتتغطى كلها بشوكولاتة، فمش لازم يعني تسووها يعني جامد. يعني اي حد لسه مبتدئ يعني ما بيعرفش يزين تورته هيعمل التورته الجميله دي. انتوا بقى شغالين كده اي حته هتلاقوها عايزه تتزود كريمه ممكن بقى تزودوها وانتوا بتشتغلوا يعني كده. انا حبيت برضه اسويها يعني شويه كده عشان يعني لما نحط عليها بقى الشوكولاته ايه ما تبقاش يعني ملعبكه كده، يبقى شكلها حلو. هنا بقى بقت جاهزه معايا. دي بقى شوكولاته خام مبشوره. بشرها انا كده بالمبشره. هنمشي بقى على الاطراف كده نغطي بقى كل الاطراف كده بالشوكولاته. لو اي حاجه بقى طبعا وقعت بنشيلها يعني الرخامه يعني نضيفه، انا مسحاها. هنا بقى بعد ما خلصت كل الشوكولاته كده على الاطراف هنعمل بقى روزوتات كده بالكريمه قبل ما نحط بقى الشوكولاته اللي على الوش، عشان لو حطينا الشوكولاته الاول الكريمه مش هتثبت عليها. هنبدا بقى نحط بقيه الشوكولاته بقى اللي معانا. ده قالب شوكولاته سما اللي هو دارك، ده اللي هو ايه 200 جرام او 250 جرام تقريبا. ما شاء الله كف كل غلف لي يعني كل التورتايه. هنا بقى خلاص بعد ما خلصتها هنعمل بقى هنعمل روزيتات كده بقى على الحرف من تحت. بس انا يعني غيرت الشكل بتاع الكيس عشان عم حطيت اللي هو الشكل الصغير شوية. هنا بقى هنحط الكرز ده. هي الشكل المعتاد بتاع كيكة البلاك فروست ان هي ايه بتبقى نفس الشكل كده. ممكن بقى اللي حابب يحط بدل الكرز فراولة تمشي يعني.